السلام عليكم الغزالات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم فطائر مالحه فقط بالعجينه ديال المسمن بطريقه سهله ومبسطه. اذا كنت اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنسوش تنضموا ليها بالضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات البنات، في واحد الاناء غادي نعملوا كاس ورباع ديال الفينو، وبطبيعه الحال من بعد ما كنغربلوه غنضيف عليهم 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض ما يعادل 300 غرام، وحتى هو كنغربلوه. صافي غادي نضيف عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الملح، وغادي نبدا مباشره نجمع العجينه ديالي بالماء الدافي. كيف لاحظتوا معايا هذه هي المكونات ديال العجينه. كنعجنوا العجينه العاديه ديال المسمن. صافي كنستمر بجمع العجين بالماء على الطريقه حتى كنتحصل على عجينه اللي كتكون بهذا القوام، كتكون شاده في راسها واحد شويه وفي نفس الوقت ما قصحاش بزاف، كيف ما كتخلو العجينه ديال المسمن دائما. صافي عملت شويه ديال الزيت في يدي وغادي ندهنها شويه، وغادي نعملها في البلاستيك وغادي نشد عليها ونخليها ترتاح تقريبا شي نص ساعه هيدك. وغادي ندوزو مباشره باش نوجدوا الحشوه. غادي نوجد معكم واحد الحشوه اللي سهله. في واحد المقلاة عملت شويه ديال الزيت وبصله كبيره مشلضه على هذا الشكل رقيقه. غادي نضيف عليها واحد نصف معلقه ديال الملح وغادي نخليها تدبل. بعد ما كتولي لي على هذا الشكل هذا غنضيف عليها 2 حبات ديال القرعه الخضراء اللي عندي محكوكه رقيقه على هذا الشكل، وغادي نضيف ايضا 2 الحبات ديال الجزر حتى هما عندي محكوكين بنفس الطريقه، وغادي نضيف عليهم صدر ديال الجداد. تقدروا تعوضوه باش ما بغيتو نتوما. وصافي غادي نضيف التوابل. ضفت هنايا معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال التحميره او البابريكا، ونص معلقه ديال الفلفل الاسود. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم وغادي نخلي الحشوه ديالي حتى كطيب على خاطره. هنايا ضفت معلقه كبيره ديال القزبر المعدنوس. غادي نعاود نخلطو مع المكونات وصافي غادي نخليها طيب. صافي مباشره من بعد ما كتعلك لي الحشوه ديالي على هذا الشكل هذا غادي نضيف عليها شعريه الصينيه اللي رطبتها شويه ديال الماء غليانين وقطعتها صغيره على هذا الشكل. غادي نعاود نخلطها مزيان مع الحشوه ديالي وغادي نخليها تنشف واحد شويه وغادي نطفي عليها النار. وغادي نرجعوا للعجينه ديالنا من بعد ما دازت نصف ساعه. كيف لاحظتوا معايا ارتاحت مزيان. غادي نجمع على هذا الشكل هذا وغادي نقطعها ل4 ديال الكويرات. صافي غادي نحاول انني نجمع الكويرات ديالي بهذا الشكل هذا وغادي نرجعهم في الاناء. صافي على هذا الشكل غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه عاد نرجعوا نطلقوهم. هنايا غادي نحضروا الخلطه اللي غادي نورقوا بها الفطائر ديالنا. جبت هنايا نصف كاس ديال الزيت ونصف كاس ديال النشا. غادي نبدا نضيف النشا على ديك الزيت وانا كنخلط في نفس الوقت. على هذا الشكل هذا حتى كنتحصل على خلطه اللي كتكون خطره واحد شويه كيف كتلاحظوا. وغادي ندوزو مباشره باش نطلقوا الفطائر ديالنا اللي كيكونوا ارتاحوا. غادي نطلقهم بالطريقه العاديه اللي كنطلقوا بها المسمن. غادي نحاول انني نرقق العجينه مزيان على هذا الشكل هذا. وغادي نجيب ديك الخلطه اللي حضرنا وغادي نبدا ندهن بها الوجه ديال العجينه ديالي مزيان.
حاولوا انكم توضعوا حتى في الجوانب. وصافي غادي نبدا نجمع العجينه ديالي على شكل مربع، وكنوضع الخلطه في الجوانب. صافي غادي نحاول انني نجمع على شكل مسمنه على هذا الشكل هذا، وغادي نوضعها في واحد الصينيه وغادي نخليها ترتاح. كنعاود نطلق الكويره الثانيه بنفس الطريقه. كيف لاحظتوا معايا كنعاود نطلقها بنفس الطريقه وكنرقها مزيان. صافي من بعد ما كنطلقها على هذا الشكل هذا غادي نعاود نعمل نفس الطريقه كيف ما عملت مع اخرى. كنعمل عليها هذيك الخلطه ديال النشا والزيت وكندهنو مزيان على الوجه ديالها وفي الاطراف، وكنعاود نجمعها حتى هي على شكل مسمنه، ولكن هاد المره غادي نوضعوا فيها المسمنه اللي عملنا في الاول وعاد كنجمعها. غادي نعاود نجمعها حتى هي بنفس الطريقه كيف ما جمعنا الاولى على شكل مسمنه، وكنعمل داك الخلطه ديال الزيت والنشا باش تجينا العجينه ديالنا مرقه. صافي على هذا الشكل هذا كنتحصلوا على المسمنه اللي كتكون بهذا الشكل. غادي نخليهم يرتاحوا حتى العجينه اخرى خدمتها بنفس الطريقه. الكويرات اللي تبقاو لي غطيتهم وخليتهم حتى كيرتاحوا، وكندوز مباشره من بعد ما كيرتاحوا نطلق المسمنه الاوليه على هذا الشكل هذا. حاولوا انكم ترققوهم مزيان باش ما يجيوكمش معجنين من داخل ولا غلاضين. صافي من بعد ما كنطلق العجينه ديالي غادي نبدا نعمل الحشوه اللي حضرت معكم. كنحاول انني نوزعها بشكل طولي كيف كتلاحظوا. وصافي غادي نبدا نجمع العجينه على هذا الشكل هذا. حاولوا انكم تضغطوا مزيان على العجينه باش تلصق لكم مزيان، وحاولوا انكم الاطراف ما تاديوهمش بالحشوه حيت اذا اديتوهم ما كتبغيش تلصق. صافي كنضغطوا عليها مزيان وكنجيبوا القطعه ديال البيتزا وكنقطعوا على هذا الشكل هذا وكنعاودوا نردوا العجينه كيف كتلاحظوا معايا. كنعاود نردوها هيدا باش ما كتفتحش ملي كنجيو نجمعوها على شكل محنشات. صافي على هذا الشكل هذا. وصافي غادي نبدا نجمعهم على شكل محنشات. طريقه واضحه بالفيديو وماشي شي تعقيدات فيها. صافي كتجي على هذا الشكل هذا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي العجينه ديالي كامله. كنوضعهم في الصينيه ديال الفرن وكندهنهم بالصفر ديال البيضه اللي ضفت عليهم قطرات ديال الخل وواحد شويه ديال التحميره باش كيجيو لنا الفطائر ديالنا محمرين مزيان. صافي كندهن هاد الفطائر ديالي مزيان بهذا الخليط. وغادي نزينهم هنايا بشويه ديال البافو. كيبقى لكم الاختيار في التزيين، تقدروا تزينوا بالطريقه اللي بغيتوا. وصافي كندخلهم من الفران اللي كيكون عندي مسخن من قبل والنار كتكون عندي مجهده. كنخليهم حتى كيتحمروا من التحت عاد كنحمرهم من الفوق. وصافي حبيباتي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى ينالوا اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش بتعليقكم ولايك للفيديو، وكذلك تشتركوا في القناه اذا كنتوا باقي ما مشتركينش. شكرا على المشاهده، الى الفيديو القادم ان شاء الله.